شعبنا العراق العزيز الكريم في الذكرى المئوية لتأسيس جيشنا العراقي الباسل سليل المروة والمواقف العالية، نقف اليوم باعتزاز وفخر لتحية جيش العراق العظيم. نهض جيشنا منتصرا من كبوة داعش، من جرح اسمه داعش. مرحى لصقور القوة التقنية وبطائراتهم المتنوعة التصنيع والاستخدام. صقور الجو الذين أثبتوا فعلا إنهم صقورها، فأذاقوا الدواعي شمررة الموت والهزيمة، فكانوا فعلا ذراع العراق القوي. مرحى لصقور القوة الجوية. خرج جيشنا منتصرا على محاولات كسر هيبته ووجوده وطمس هويته الوطنية، وقد فعل ذلك مرارا عبر التاريخ الحديث. لا تنهض أمة بجيش مطعون، لا تنهض أمة بجيش مطعون. عادية على العاتي، رعاك الله يا وطني رعاك، إلى أين التفت معي أراك؟ يريدون انطفاءك يا منير، فتزدهر النجوم على سماك. وتتهيأ الأرتال الآلية للمرور من أمام منصة التحية. نعم، تحية إجلال وإكبار لرجال العراق، تحية إجلال وإكبار لشعب العراق. السلام على العراق من زاخو شمالا إلى الفاو جنوبا، ومن الكوت شرقا إلى الأنبار غربا. وسلام على نخلة في العراق ونهرين صار لها موطنا إذا الشمس غطى سناها المغيب. فمن رافديك يفيض السنا، فمن رافديك يفيض السنا. قيادة الدفاع الجوي البطلة، هذه القيادة التي وإن جاء إعادة موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء. العراق بكم سينهض، العراق بكم سينهض كدولة تمثل ضرورة للحضارة الإنسانية وضرورة للتوازنات الدولية، وأنكم رسالة الأمل والأمان لشعبنا في كل مساحات الوطن. أيها الأحبة، كان من المؤسف حقا أن يتحول العراق وهو سليل الحضارة وبوابة التاريخ إلى ساحة لتصفية وتحديات حرب عالمية وإقليمية على أرضه،
وكان علينا واجب حماية بلدنا من تداعيات هذا الصراع الخطير. ولذلك عملنا منذ اليوم الأول على مسارات واضحة في إعادة التوازن لملف علاقاتنا الخارجية وعلاقاتنا الدولية، وكذلك إطلاق الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية بهدف انسحاب قواتها، وهو الأمر الذي أعلنه الرئيس الأمريكي خلال زيارتنا الأخيرة إلى واشنطن. وكثمرة لهذا الحوار الاستراتيجي المتواصل تم سحب دفعات من القوات الأمريكية ضمن توقيتات فنية خلال الأشهر الماضية. قررت إدارة الرئيس دونالد ترامب تقليص عدد الجنود من 5200 إلى 3000 خلال الشهر الجاري. في إعلان قائد القيادة الوسطى للقوات الأمريكية كينيث ماكنزي تبرير لا يتضمن كل تفاصيل الخطوة، عللها بما وصفه التقدم الهائل الذي حققته القوات العراقية. موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رضاه والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواه هل أرى سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما هل أرى وسوف يكتمل هذا في الأيام المقبلة انسحاب أكثر من نصف تلك القوات من العراق، ولن يتبقى إلا مئات منهم فقط للتعاون في مجالات التدريب والتأهيل والتسليح والدعم الفني، ويجري جدولة إعادة انتشارهم خارج العراق بالكامل. العراقيون يستحقون التضحية والصبر والحكمة. عاش العراق، عاش العراق جوهرة الأمم وميزان الحكمة وناصية المعاني الكبيرة، أرض الأنبياء والأئمة الأطهار والمرجعية الرشيدة والرموز الوطنية العالية والقامات الثقافية والعلمية الشاهقة. عاش العراق، نعم عاش العراق لكل العراقيين ملاذاً آمناً مزدهراً. عاش جيش العراق، جيش الرجال والنساء الأوفياء لما عاهد الله والشعب عليه. عاش شعب العراق العظيم عزيزاً أبياً وتاجاً على الرأس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كربوسة آلام تيوب صوت الشارع العراقي.